السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة هنعمل كيكة سهلة وسريعة جدا جدا بالشوكولاتة. طبعا الكيكة المميزة لينا او لابني بالذات، هو بيحب الكيكة اللي بالشوكولاتة. النهاردة هنعمل كيكة جاهزة اصلا، سريعة التحضير كده. هي جاية في علبة، يا دوبك هحط عليها بس المكونات اللي باقية. بصوا طالعة طرية وهشة ازاي وجميلة. هنقطعها كده مع بعض. الكيكة دي سهلة جدا، مش هتاخد منك تحضير اقل من 10 دقايق. بص ممتازة جدا جدا وطرية وهشة. هما كانوا مستعجليني هنا عشان هي كانت لسه سخنة وعايزين ناكل عايزين ناكل. مش محتاجة اي صوص ولا اي حاجة. عايزة تدهنيها بصوص، عايزة تحط لها نوتيلا، تسيحيها برضو كده. التزيين ده اختياري براحتك، عايزة تاكليها سادة كده. يلا مع بعض نشوف احنا عملناها ازاي. احنا معانا هنا بيضتين او 3 بيضات، يعني بيضتين هتنفع وثلاث بيضات هتنفع. هنرش عليها الفانيليا، هي حلاوتها ان هي سهلة على طول. هنرش هنا عليها الفانيليا، وبعدين نحط السمنة 3 معالق او 4 معالق سمنة. اي نوع سمنة عندك، كريستال، جنة، اي نوع سمنة مش هتقول لا. عايزة تحطي ربع كوباية زيت نظيف كده برضو تمام. ونقلب كويس، نقلب كويس جدا. الكيكة بيبقى فيها السكر بتاعها، مش محتاجة. عايزة تزودي السكر مفيش مشكلة. بس البيض هنزود فنجان صغير كده سكر عادي سنترافيش اللي عندنا في كل بيت زيادة، بس احنا بنحبها مسكرة شوية عشان الكيكة الشوكولاتة بتبقى شوية مرة. لكن هي كده كده في البودرة بتاعتها بيبقى فيها سكر، واحنا بننخله هنشوفه مع بعض. نحط كوباية لبن، ولو عايزت نبقى نزود نحط كده كوباية لبن. يبقى كده حاطين البيضتين او 3 بيضات وكيس الفانيليا، وبعد كده 3 4 معالق زبدة او سمنة او ربع كوباية زيت. ونقلب كويس جدا. لازم نقلب كويس جدا عشان السكر طبعا يدوب. السكر الخشن ده احنا مش مشغلين مضرب كهرباء. كده دوبنا السكر كويس. التقليب مهم في الخطوة دي. ابتدي اجيب، ادي اهي هي جاهزة معايا في كيس كده زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي اجيب بقى ايه المنخل عشان اصفيها اهو. هنخل كده. الخطوة دي مهمة جدا عشان ادخل الهواء جوه المسحوق اهو. شايفين معايا السكر هي وحبيبات الكاكاو موجودة، هي كده بتبقى موجودة بس نسبة قليلة السكر فيه، فعشان كده اللي حابب يزود سكر مفيش مشكلة. وهي فعلا طلع طعمها في الاخر مسكرة وجميلة جدا. هنقلب كده كويس حبة حبة، وبعدين ايه ننخل تاني اقلب عشان ما تكلكعش مني. ممتازة جدا وسريعة جدا. طبعا ما ننساش ان احنا نولع الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ولازم يبقى سخن قبل ما ادخل الكيك لازم. هنخل تاني اهو كويس. الخطوة دي مهمة جدا، ما تدلقش الكيس كده على طول. ان انا ادخل الهواء جوه المسحوق ده بيساعد برضو على ارتفاع الكيكة معايا. طبعا هي بتبقى جاهزة وبيبقى فيها محسن كيك، ما بحطش بيكنج باودر او اي حاجة او كيك شيف. هي البودر فيها كل حاجة. واقلب كويس لحد ما تتجانس معايا كده. عايزة تشغلي المضرب الكهرباء برضو اسهلك، عادي مضرب يدوي عادي. هي سهلة وسريعة ومخدتش مننا بالظبط 10 دقايق. تاكليها كده بقى مع كوباية شاي، كوباية شاي بلبن، شاي سادة، لوحدها والله كانت جميلة جدا جدا. بألف هنا وشفا. آخر جزء معانا اهو هننخله برضو عشان ابني بيحب الكيكة اللي بالشوكولاتة جدا جدا. هي دي الكيكة المفضلة ليه.
اهو معايا السكر بيبان اهو. هتقولوا لي ليه لازم ما في الاخر بتدلقي السكر؟ ما هو طبيعي ان انا ادلقه، هوديه فين؟ لكن لازم انخل جزء جزء كده عشان ادخل الهواء، ما ادلقش الحاجه كده مره واحده. وافضل اقلب كويس جدا. بصوا القوام معايا، لو محتاجه لبن هحط لها عادي. اقلب كده كويس في اتجاه واحد. طبعا الشوكولاته اهي بانت معايا ممتازه جدا جدا، وكان طعمها جميل. هزود حاجه بسيطه، بقين كده لبن ولا حاجه، معلقتين 3 لبن اهو. قلبت، والقوام بتاعها لازم يبقى ايه، اخف من كده شويه. طبعا ببقى دهنه عندي الصينيه، ادهنها كده سمنه، زيت، اي حاجه. عايزه ترشي عليها شويه دقيق برضو، بقدري الصينيه كده بحيث ان هي ايه ما تلزقش. اهي احنا كده خلصناها. سهله جدا، متاخدش منك اي حاجه ولا اي وقت، على طول. هنزلها اهو في الصينيه مقاس 24. وطبعا الفرن يبقى سخن، منساش ان هو يبقى سخن، عشان الكيكه ما ينفعش تدخل الفرن وهو بارد، لازم ابقى مولعه عليها الفرن كويس جدا. وبكده اكون خلصت الكيكه. ما كملتش معايا اقل من 10 دقايق كمان، وخلطت المكونات كلها ببعض. ومفيش نص ساعة، 35 دقيقة، 40 دقيقة، كل واحدة عارفة الفرن بتاعها بيساوي في قد ايه. كل واحدة الفرن بتاعها بيبقى مختلف عن التاني، وتطلع بألف هنا وشفا.